يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة هنغوص في واحد من أهم كتب التنمية الذاتية اللي طلعت في السنين الأخيرة، وهو كتاب العادات الذرية أو Atomic Habits لجيمس كلير. الكتاب ده مش بس بيعلمك إزاي تكون عادات كويسة، لأ، ده بيوريك إزاي تغير نظام حياتك بالكامل من خلال تعديلات صغيرة جدا زي ذرة أتوم بالظبط، بس نتيجتها في الآخر بتكون زي القنبلة. المغزى الأساسي هنا إيه؟ جيمس كلير بيقولك انسى خالص الأهداف الضخمة والتغييرات الجذرية. مش لازم تستنى اللحظة اللي هتقرر فيها تبقى رياضي محترف أو مليونير. ركز على التغييرات الصغننة اللي بتبدأ بيها كل يوم. الإنجازات الصغيرة دي اللي بتبنيها بشكل مستمر هي اللي بتعمل الفرق. بيقولك إن التحسن بنسبة 1% بس كل يوم هيخليك بعد سنة أحسن ب37 ضعف. يعني تخيل تأثير العادة الذرية دي على حياتك بعد فترة. حياتك كلها هي نتاج الأنظمة والعادات اللي بتمشي عليها، مش الأهداف اللي بتحلم بيها وخلاص. طيب، إزاي نطبق الكلام ده؟ جيمس كلير بيدينا القوانين الأربعة لتغيير السلوك، ودي الخلاصة العملية للكتاب كله. القانون الأول، خليها واضحة. Make it obvious. البيئة اللي حواليك هي اللي بتشكل تصرفاتك، بس إحنا غالبا مش بناخد بالنا من تأثيرها. لو عايز تبدأ عادة جديدة، لازم تخليها واضحة وباينة قدام عينك. لو عايز تاكل أكل صحي، حط طبق الفاكهة في وشك على الترابيزة، وخبي الشوكولاتة والحلويات في مكان مش سهل توصل له. بيتك أو مكتبك لازم يكون مصمم إنه يسهل عليك العادة اللي نفسك تعملها. كمان استخدم حاجة اسمها تطبيق النية، يعني حدد بالظبط إمتى وفين هتعمل العادة دي. مش مجرد تقول هذاكر أكتر، لأ، قول الساعة 7 بالليل هقعد على مكتبي في الأوضة وذاكر لمدة ساعة. التحديد ده بيخلي المخ جاهز للتنفيذ. القانون التاني، خليها جذابة. Make it attractive. احنا كبشر دايما بنميل للحاجة اللي بتجيب لنا متعة، وعشان تخلي العادة الجديدة جذابة اربطها بحاجة بتحبها، ودي اسمها حزمة الإغراء. Temptation bundling. يعني لو بتحب تتفرج على مسلسلك المفضل ومش عايز تتمرن، ما تتفرجش على المسلسل إلا وانت بتتمشى على التريد ميل في البيت. كده انت ربطت الحاجة اللي بتحبها، المسلسل، بالحاجة اللي لازم تعملها، الرياضة. كمان ممكن تعمل لنفسك نادي أو تجمع لأصحاب نفس العادات اللي بتسعى ليها. إنك تكون جزء من مجتمع بيشجعك على عادة معينة، ده بيخليها جذابة جدا. القانون الثالث، خليها سهلة. Make it easy. كل ما العادة كانت صعبة وفيها مجهود، كل ما احتمالية إنك تبطلها بتكون أكبر. القاعدة هنا هي قاعدة الدقيقتين، The 2-minute rule. بتقولك إن أي عادة جديدة بتبدأها لازم ما تستغرقش أكتر من دقيقتين في بدايتها. يعني بدل ما تقول هروح الجيم واتمرن ساعة، خليها هلبس هدوم الجيم في دقيقتين. بدل ما تقول هكتب فصل كامل، خليها هكتب جملة واحدة. الهدف هنا هو إنك تظهر في الملعب، مش إنك تتقن العادة من أول يوم. خلي البداية سهلة لدرجة إنك ما تقدرش تقول لأ. القانون الرابع، خليها مرضية. Make it satisfying. إحنا بنكرر العادات اللي بتدينا إحساس بالرضا والمكافأة الفورية. المشكلة إن العادات الكويسة زي الرياضة والمذاكرة مكافأتها بتيجي متأخر، والعادات الوحشة زي الأكل السريع أو مشاهدة التلفزيون المكافأة فورية. هنا دورك إنك تخلق مكافآت فورية بسيطة للعادات الكويسة. استخدم حاجة زي متتبع العادات أو Habit Tracker، إنك تعلم علامة صح كل يوم إنك عملت العادة دي. الإحساس بالرضا اللي بيجي من العلامة دي كافي إنه يخليك تكمل. كمان ممكن تعمل نظام مكافآت لنفسك. لو التزمت بالعادة لمدة أسبوع، تكافئ نفسك بحاجة بتحبها. في النهاية، جيمس كلير بيفكرنا بحاجة مهمة جدا، وهي هضبة الكمون الكامنة. كتير مننا بيعمل العادات الذرية الصغيرة دي وما بيشوفش نتائج بسرعة، فبيزهق وبيوقف وبيحس إن مفيش فايدة. بس الحقيقة إن التحسن مش خط مستقيم، لا، ده بيبقى كيرف فيه فترة طويلة من التحسن البطيء تحت السطح، وفجأة بيحصل الانفجار والتحسن بيبان بشكل ضخم. لازم تثق في النظام وتثق في العادات الذرية بتاعتك وتستمر. دي كانت خلاصة العادات الذرية، كتاب لازم يتطبق مش مجرد يتسمع. لو عجبك الملخص، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وقولوا لي في التعليقات تحبوا نلخص كتاب ايه المرة الجاية.